حتى لو أول مرة تعمليه أوعدك هخليكي أستاذة فيه. بيتيفور العيد الناعم الدايب هنعمله النهاردة بتزيين ملوكي وبنقشة ثابتة ورسمة واضحة، وزي ما دخل الفرن زي ما خرج منه، وحقيقي هتتحدي بالمحلات. أول حاجة عندي 800 جرام زبدة، الزبدة بتكون طرية بدرجة حرارة المطبخ. 250 جرام من السكر البودرة، ويا ريت يكون السكر منخول كويس. عندي بقى بيضتين اتنين وصفار بيضة لو بتحبي البيتيفور مقرمش شوية. لو بتحبيه ناعم اعملي صفار بيضتين وبيضة كاملة. لو أنتِ عاوزاه دايب خالص اعملي 3 صفار بيضة وبيضة كاملة. بعد كده عندي كمان كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، عليه رشة الملح، والفانيليا طبعًا ما ننساهاش، وده التيب اللي اشتغلت بيه 8 FT، تقدري تستخدمي 6 FT، 7 FT، 8 FT. وده كيس القماش اللي سألتوني عليه كتير أوي، ده صيني موجود في كل محلات بيع مستلزمات الحلواني. شِلت من الدقيق معلقتين كبار وهاشيلهم على جنب لوحدهم، وهاقول لكم الدقيق ده هنعمل فيه إيه. باخد الزبدة بقى يا إما في العجان يا إما بالمضرب الكهربائي، بابتدي إن أنا أخفقها دقيقة كده علشان تطرى معايا. بعد كده باحط عليها السكر البودرة، وبابتدي إن أنا أضربهم كويس أوي بسلاح الخفق زي ما أنتم شايفين لمدة 7 دقايق تقريبًا. الخفق ده هو اللي هيدّي البيتيفور الهشاشة بتاعته. طيب البيتيفور ما بتحطّلوش لا baking powder ولا بتحطّوا له أي مادة رافعة خالص، بنعتمد في البيتيفور على خفق الزبدة مع السكر، هي اللي بتدّي له الهشاشة بتاعة البيتيفور. أول ما البيتي فور يوصل معايا للمرحلة دي، إن الزبدة بقى لونها كريمي وبقت بيضة وفاتحة، والحجم بتاع الزبدة والسكر تضاعف مع بعضه، باوقّف خفق وبابتدي أنزل بقى بالبيض على سرعة هادية، بانزل بالبيض بيضة، بيضة. أنا استخدمت النهارده بيضتين كاملين وصفار بيضة عشان أنا باحبه مقرمش شوية. بعد ما باخفق البيض باوقّف ضرب بقى خلاص، وباجيب الدقيق اللي خدنا منه معلقتين 2، بانزل بيه كلّه مرّة واحدة، باقلّب لحد ما الدقيق يمتزج مع الزبدة والسكر كويس. ما تبالغيش في التقليب عشان العجينة ما تشدش معاكِ. أول ما تلاقي خلاص إن الدقيق اختفى مع الزبدة والسكر وبقت عجينة متكاملة، باوقّف تقليب تمامًا. هي الخطوة دي بتاخدش غير دقيقة واحدة، وطبعًا بتكون على أقل سرعة. بعد كده بقى باشيل السلاح بتاع الخفق، وباشيل العجينة الزيادة دي طبعًا خسارة. بعد كده بقى باقسم العجينة على 2 عشان إحنا هنعمل بيتي فور سادة وبيتي فور بالشوكولاتة. النُص الأولاني باجيب بقى معلقتين الدقيق اللي كنا شايلينهم على جنب، هناخد منهم معلقة واحدة وبنحطها على خليط الفانيليا وبنقلّب. النُص التاني باحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير مُحلّى، ويا ريت يكون كاكاو أسباني علشان يدّيكِ نكهة ولون حلو أوي للبيتي فور. بنقلّب بالمعلقة بس لحد ما نخفي الدقيق أو الكاكاو اللي إحنا ضفناه، وبعد كده بنوقّف تقليب. قوام عجينة البيتي فور بيكون قوام عجينة ملزّقة زي ما أنتم شايفين علشان تنزل من الكيس بسهولة. الخطوة دي بقى أنا باعملها علشان أحافظ على نضافة الكيس القماش. الأكياس البلاستيك اللي هي الأكياس الحلواني البلاستيك الضعيفة دي، باخد بقى العجينة باحطها جوّه الكيس، وبعد كده بافتح فتحة كويسة وباقفل طرف الكيس من فوق، وبعد كده الكيس ده بقى نفسه باحطه جوّه الكيس الحلواني، اللي هو القماش جوّه الكيس القماش. الخطوة دي بتحافظ على نضافة الكيس من جوّه، وباقدر أبدِّل العجينة دي ما بين دي ودي براحتي من غير ما الدنيا تتبهدل معايا، ولا الشوكولاتة والكريمة يختلطوا ببعض. حطيت بقى القُمع وحطيت الكيس وبابتدي أشكِّل. الصاجات بتاعتي ما بتكونش مدهونة أي حاجة خالص. وأنتِ بتشكِّلي البيتي فور بتمسكي الكيس بطريقة عمودية كده زي ما أنتِ شايفة. ضغطتِك على الكيس بتحدد حجم حباية البيتي فور، حاولي تخلّي إيدِك متوازنة وتعملي الحبات كلّها بحجم واحد. إيدِك لازم تكون عمودية، ما ينفعش تميّليها يمين ولا شمال عشان ما تبقاش حباية البيتي فور جزء منها تخين وجزء منها رفيّع. خلّصت الفانيليا وشكِّلت الشوكولاتة، بس الصاجات بتاعة الشوكولاتة بتحطّي في النُص كده قطعة من البيتي فور الأبيض الفاتح علشان تشوفي عجينة الشوكولاتة استوت معاكِ والّا لأ في الفرن. البيتي فور بيدخل فرن مسخّن مسبقًا على حرارة 160 أو 170، رف أوسط بياخد تقريبًا 20 دقيقة وممكن 25 دقيقة. ما بتولّعيش الشواية ولا حاجة، أنتِ بتشغّلي المروحة، ولو ما عندكيش مروحة في الفرن ممكن تولّعي الشواية على الهادي خالص علشان يلوّن معاكِ بسيط. البيتي فور بنطلّعه من الصاجات بنسيبه يبرد خالص، وبتلاقيه بيطلع معاكِ من الصواني بمنتهى السهولة، لإن هو فيه زبدة كتير فما بيحتاجش يتدهن خالص. بعد كده لو أنتِ بقى هتسيبيه ليوم تاني بتغلفيه كويس بالستريتش علشان ما يطراش. هنحضّر دلوقتي بقى شوكولاتة خام بالحليب وشوكولاتة بيضا، بندوّبهم في الميكروويف لمدة 30 ثانية في 30 ثانية، يعني باحط 30 وباطلّع أقلّب وارجع أحط ال30 واطلّع أقلّب وهكذا. أو ممكن طبعًا تدوّبيهم على حمام مائي. الشوكولاتة الغامقة أو بالحليب باحط لها معلقتين زيت، بس البيضة ما باحطلهاش زيت. باخد بقى كل قطعتين قد بعض، باحط كده يعني سِنّة صغيّرة كده من الشوكولاتة بطرف المعلقة علشان نلزق الشوكولاتة بتاعتنا. ما تلزقيهاش بالمربى عشان المربى بعد فترة بتطري البيتي فور، لكن الشوكولاتة بتحافظ على قرمشته لأطول فترة ممكنة. وطبعًا لو أنتِ بتحبي المربى مع البيتي فور براحتك خالص ما فيش أي مشكلة. لزّقت البيتي فور كلّه، وهاجيب دلوقتي الحاجات بقى اللي هنزيّن بيها.
ده بسكوت بدايل الأوريو واللوتس، بتبقى موجودة في محلات بيع مستلزمات الحلواني مجروشة كده، وعملت كمان فستق مطحون مجروش يعني، وعملت كمان بندق مجروش، أي مكسرات أو تزيين أنتِ حابة تعمليه براحتك خالص، ده لعبتِك. باخد حباية البيتي فور باغمس نُصّها في الشوكولاتة، وبعد كده بقى باغمسها في البسكوت أو في المكسرات، وبارصهم كلّهم على كيس بلاستيك جوّه صينية. بعد كده باجيب الشوكولاتة البيضا، أخدت جزء منها حطيت عليه معلقة كبيرة من زبدة اللوتس، طبعًا دي بدايل باقلّبها معاها بتدّيني نكهة اللوتس ولون حلو أوي كمان. باحط نُص البسكوتة وبعد كده باغمزها في بسكوت اللوتس وبتطلع معايا البسكوتة بالشكل ده. تقدري بقى تعملي بشوكولاتة بيضا بس سادة، تقدري تحطي على الشوكولاتة البيضا دي زبدة فستق، معلقة زبدة فستق زي ما عملنا في فيديو السابليه. بتحوّل معاكِ الشوكولاتة البيضا لشوكولاتة بيضا بنكهة الفستق ولونها بيكون أخضر، تقدري تغلّفي بيها حباية البيتي فور وتزيّنيها بقى ورد محمّدي، بورق دهبي، بدست دهبي، اللي متوفّر عندِك. كمان لو في مكسّرات بتحطّيها في الدست الدهبي بتطلع معاكِ لونها دهبي بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، بتكون حلوة جدًا في التزيين. بنعبّي بقى البيتي فور في العلب المخصّصة للكحك والبسكوت أو في علب تلاجة، ما بنحطّش ورق زبدة، بنحط أكياس بلاستيك ما بين كل طبقة والتانية لو عاملين كمية، ولازم يتغلف كويس جدًا بالstretch علشان تحافظي على قرمشته لأطول فترة ممكنة. جرّبي تعملي بقى البيتي فور بطريقتي، وكل عام وأنتِ بألف خير.